السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدين ومتابعين قناة الكرة مع صبري. طبعا هارد لك. الهزيمة الرابعة للزمالك النهاردة في بطولة الدوري، ويعتبر الزمالك رسميا ودع بطولة الدوري العام والحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي. طبعا أنا كواحد من الجمهور، يعني احنا حرام ان احنا نزعل او نعصب نفسنا او نضر صحتنا بسبب ناس عندها لا مبالاة، ناس ما تستاهلش تلبس تيشيرت الزمالك، ناس عديمة الإحساس، عديمة الروح. لما نشوف المنظر ده في الملعب النهاردة، يعني احنا نقول على نفسنا يا رحمن يا رحيم. لما احنا لسه ما لعبناش في افريقيا ولا ماتش، واللعيبه مش شايله رجليها من على الارض، ما لعبناش في كاس، ما لعبناش في كاس رابطة الأندية، ما اشتركناش في أي بطولة تانية غير بطولة الدوري. والله شابوه للاعيبة الأهلي. يعني مهما يكون الأهلي في أسوأ حالاته ما يتهزمش الهزيمة دي. هنقول الملعب فيه أمطار، الفريق اللي قصادك بيتعرض لنفس اللي أنت بتتعرض ليه، أنت بتتزحلق هم ما بيتزحلقوش. هنقول في سحر، هنضحك على نفسنا ونقول في سحر. سحر إيه؟ مين اللي بيعمل تاني سحر في الكورة؟ الكورة مكسب بالعرق، بالجهد، بالانتظام، بالإخلاص في اللعب، بمراعاة للمكان اللي أنا باكل فيه عيش. أنا بقبض من النادي ده عشان خاطر ألعب في النادي ده. الجمهور مش الجمهور هو ما عليه غير إن هو يبقى سعيد وبس، سعيد وفرحان. بيدفع فلوس علشان سعادته، بيدفع فلوس عشان يدخل يشتري سعادته لناس ما عندهاش ريحة الدم. والله العظيم لعيبة ما عندها ريحة الدم. هو ايه اللي بيحصل؟ كل ماتش غلطه من الدفاع تدخل فينا جول، كل ماتش كل ماتش. ايه اللي بيحصل؟ رئيس النادي الوحيد في مصر اللي بيطلع في الاعلام كل يوم يطلع على القناه ساعه ولا ساعتين يتكلم. كل اللي بيحصل في نادي الزمالك بينتشر في القناه. يعني الاهلي في مشاكل الدنيا والدين ما حدش بيعرف عنها حاجه. كتم عليها. المشكله لما كتم عليها تخلص. انما المشكله بتاعتنا تطلع في الاعلام والبهوات يطلعوا يقولوها في القناه. افرد كل القنوات تاخد المشكله وافرد واهتم في النادي واهتم في الكيان واهتم في اللعيبه. ايه ده؟ المفروض رئيس النادي هو اول واحد يدور على استقرار الفريق، هو اول واحد بيهدم الفريق. كل يوم تصريحات وكل يوم كلام وكل يوم كلام، واطلع اشتم في ده واخبط في ده. الفريق اللي عايز يدور على بطولة بيحافظ على قوامه، مش لما يجينا عرض حلو للاعب من اللعيبة الأساسية قوام الفريق أبيعه عشان خاطر آخد فلوس. فلوس إيه؟ أنا هعمل إيه بالفلوس؟ هو أنا نادي شركة عشان أستثمر؟ أنا نادي ليه جماهير عريضة في مصر وبره مصر. ده كيان صاحب بطولات، مش لسه ببحث على بطولة ولا مش يهمني بطولة ان انا اجيب لاعب رخيص واظبطه وابيعه واكسب فيه احنا مش كده، الزمالك مش كده. انت عشان تدور على بطولة لازم تحافظ على قوامك. ما الاهلي اهو القوام بتاعه ثابت بقاله 3 4 سنين. شفنا في لعيب فيهم طلع احترف؟ لكن بيدور على لعيبه سوبر يجيب ويظبط فريقه ويقوم فريقه عشان خاطر يقدر ياخد بطولات. البطولات هتدخلك فلوس، انما لعيبه لما تبيعها مش هتدخل فلوس. الفلوس اللي هتيجي من اللعيبه هتتصرف. اصحى اصحى وفوق. كفايه هدم في النادي. ان ما كنتش قادر تكمل ارحل ويجي مجلس اداره تاني. احنا عايزين هدوء. السنه اللي فاتت انت ما اتكلمتش ولا طلعت في الاعلام. الزمالك خد الدوري، انما السنه دي من اول الدوري كل يوم كلام.
اتشغلنا في قضيه كهرباء ونسينا الدوري. اهم حاجه دلوقتي الزمالك لو كسب قضيه كهرباء يبقى هو خد الدرع. هي قضيه كهرباء هتفرح الجماهير؟ ما كده كده انت هتكسب، كده كده خلاص هي اتحسمت ليك، هتاخد فلوسك. ليه كتر الهري كتر الهري كل يوم؟ ومدرب مشي واسبوع ورجع تاني. ما الراجل شطب خلاص، ده كبر في السن. اللعيبه كانت بتلعب بروح في ماتش فيوتشر. اه الشوط الثاني كان فيه بعض التحفظات على الاداء بس كسبت. يعني ها كان بصيص من الروح. انما النهارده ايه ده؟ اللعيبه عماله تتزحلق على الارض. اشمعنى انت اللي بتتزحلق والفريق اللي قصادك واقف على رجليه؟ والله العظيم زي ما يكون اللعيبه جايه من على السرير على الملعب مش بتتمرن. احترموا الكيان واحترموا النادي واحترموا الناس اللي بتدخل تتفرج عليكم. احنا لما بنشوف الناس بتتكلم عليك احنا بنطلع ندعم، بنقول احنا بندعم رئيس النادي. انما انت مش كل يوم تطلع تتكلم على الفريق وتهدم في الناس وتصدر لنا مشاكل من تحت الارض وعامل مشاكل مع كل الناس. يعني اتحاد الكرة ايد لكل الفرق صفقاتها وهم عليهم فلوس وجدولها الا انت، بسبب ان انت برضو عمال تقطع فيهم وتتكلم عليهم. يبقى ما سوء كلامك انت او سوء اخلاقك انت او معاملتك مع الناس هي اللي خلت الاتحاد الكوري يعمل معاك كده ويقفل عليك باب الصفقات ويعاقبك. اهو هيعاقبك 6 شهور كاملين. هي غلطه من اتحاد الكوره بس خلاص الامر بقى واقع ورسمي. يبقى ليه احنا نعمل في نفسنا كده؟ ما الخطيب ما بيتكلمش، بيعمل من تحت لتحت وفي لجان شغاله وما اعرفش ايه ويهدم ويعمل بس ما بيتكلم، ما بيطلعش يخبط في الناس. والمفروض الافندي اللي شغال في قناه محايده اللي هو اصلا منتمي للاهلي، انت شغال في قناه محايده، لا ايه شغل الكيد وكيد النسا ونطلع نلقح على الزمالك وما اعرفش ايه ولا ايه الكلام ده؟ ما انتوا اللي بتجيبوا التعصب اهو. يبقى فين احنا عمالين نعمل حمله لنبذ التعصب وانتوا اساس التعصب؟ وبتوع الكبسه بتوع السعوديه اللي بيعلق يا دوب. انت دلوقتي بتعلق الاهلي في كاس العالم للانديه. ايه اللي دخل الزمالك في الجمل اللي انت بتتكلم فيه؟ ايه اللي جاب الزمالك في كلام؟ عايز يعني تضرب بنط عند الجماهير الاهلي عشان خاطر يشيلوا بيك ده افضل معلق وافضل ما اعرفش ايه؟ لا ايه شغل اللعب من تحت الترابيزه ده؟ والماتش يخلص من هنا يجيبوا في القناه المحايده يتصلوا عليه وانت ده انت افضل معلق وانت مش عارف ايه عشان خاطر قال على الاهلي كلمتين حلوين وخبط في الزمالك. اي واحد دلوقتي عايز يتشهر يخبط في الزمالك. الزمالك من حقه ان الدوله تقف وتسنده عشان يقف على رجليه. ده كيان كبير مش نادي صغير لسه. من حق كل الرموز ان هي تتلف ويحافظوا على استقرار النادي، لان استقرار الزمالك واستقرار الاهلي من استقرار مصر. ما تدورش على الاهلي بس، الزمالك والاهلي هم اساس الكره في مصر. فما تجاملش فريق على حساب فريق، ما توقفش تساند فريق وتضعف فريق او تحبط فريق او تهدم فريق. ما هو قوام الفريق ده بيساعدك في المنتخب. يبقى الاثنين بيصبوا في مصلحتك انت. يبقى من كل مسؤول في الدوله لازم تقف تساند نادي الزمالك. الزمالك رايح في كارثه. الموسم لو مشي بالطريقه دي وباللامبالاه اللي عند اللعيبه دي وعند الجهاز، لا هنتفرج على مركز مؤسف. ولسه داخلين على بطوله افريقيا، الله اعلم ايه اللي هيحصل بالاداء ده.